رأيك في الاستثمار الرياضي في الكورة دلوقتي، فكرة الأندية الخاصة، عندنا بيراميدز، عندنا فيوتشر، عندنا زد، عندنا. مم. رأيك في الاستثمار الرياضي ده فاد ولا ضر؟ خصوصا إن بقت معظم الأندية دي أو هي كلها ما عندهاش جمهور، ومع إنها أندية كبيرة وجايبة لعيبة كويسين. مم. فرأيك إيه في الموضوع؟ الاستثمار الرياضي لو انت بتعمله عشان مجرد الاستثمار ده يبقى فاشل من وجهة نظري. الاستثمار يبقى اخد بطولة، اخد بيراميدز خد بطولة أهو. ماشي، انا بتكلم وجه عام، مم. اخد بطولة. الاستثمار اخد بطولة، لكن انا مش معايا فلوس وادخل اجيب لعيبة ب2 جنيه وابيعها ب10 جنيه، يبقى ده الاستثمار. مم. مش تجارة لعيبة. انت داخل مستثمر، انت داخل عشان بطولة، عايز تاخد بطولة، يبقى انت بتجيب لعيبة وبتصرف، وتكسب برضو في بيع اللعيبة. لما اللعيبة تاخد بطولات هتجيب ولما سعر تاخد أحسن. بطولة هتاخد فلوس وهتلعب في افريقيا والكلام ده كله. لكن انت مجرد استثمار ان انا والنبي شوف لنا بقى اللي بيحصل، يعني لم لنا الدنيا دي ب 10 20 مليون ونخش ونبيع في اخر السنة ولا في شهر واحد 3 4 لعيب. عارف الجو ده؟ هو ده اللي بيحصل، بس على كبير شوية. لكن الزمالك والاهلي هم اللي موجودين، وبيراميدز دلوقتي، لان بيراميدز ده استثمار فعلا، اللي هو بيجيب احلى لعيبه واغلى لعيبه وعايز ياخد بطوله وخد بطوله. ممكن الامور تبقى ماشيه بعد كده كويس. لكن اي انديه تانية في حته الاستثمار الرياضي اعتقد ممكن زد شويه، هو وصل كان كاس مصر والكلام ده كله. لكن الاستثمار لازم تكون عندك لعيبه عاليه غاليه وعايز تاخد بطوله، مش اللي هو تبقى انت اخد تالت او رابع عشان العب كونفدراليه او العب افريقيا او الكلام ده. ما اقتنعش بيه. مين مدرب في الدوري السنة دي كان عاجبك أوي؟ كابتن طلعت طبعا خبرة، عمل نقلة شوية في مودر. آه، انا بقول لك المدرب اللي هو عنده يعني امكانيات قليلة وعامل نتائج كويسة. انا ممكن اقول لك مثلا جوزي كويس، كولر كويس، مش كده؟ صح. لكن لا، انا بحاول افكر اجيب مين يعني. اللي اتبسطت بيه؟ يعني أكيد في مدرب، يعني في لو الراجل بتتكلم. انبي كان ماشي بشكل كويس قوي. المدير الفني طبعا للاسف مش فاكر اسمه، اللي كمل بعد كده. آه، مجدي عبد العاطي. في زد. اه. كابتن أيمن رمادي. آه، كابتن ايمن، بس يعني ممكن يبقى احسن من كده شويه، لكن مجدي عاجبني مجدي عمل جدا. شغل جامد مع إن اه. معهوش سكواد قوي يعني. لعيبه لسه بتحاول تثبت نفسها واسمها، فعمل شغل كويس مجدي. مم. يعني من الناس اللي لافته نظري قوي طب وربنا كرمه يعني.